وأقر مسؤول نادي الهلال السعودي على إعادة قيد البرازيلي نيمار دا سيلفا في قائمة الفريق الأزرق خلال الموسم المقبل بدلا من مواطنه ميشيل ديلجادو عقب عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي. وبحسب ما ذكرته المصادر فإن نادي الهلال قرر عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا بدلا من مواطنه ميشيل ديلجادو خلال الموسم المقبل. وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا تعرض للإصابة في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال أكتوبر الماضي وتم رفع اسمه من قائمة الهلال. وانضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف نادي الهلال في الصيف الماضي بعقد لمدة موسمين قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو. وكما أكدنا في أكثر من فيديو سابق أشارت المصادر إلى أن البرازيلي ميشيل ديلجادو بات خارج حسابات نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية وسط اهتمام باللاعب من عدة أندية سعودية وبرازيلية التي تواصلت معه لكسب خدماته. من جهة ثانية حسم عبد الرحيم حمد الله شقيق ووكيل المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم نادي الاتحاد مستقبل اللاعب مع العميد الموسم المقبل. ويرتبط حمد الله بعقد مع الاتحاد يمتد حتى صيف 2025 ولكن إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية تظل واردة جدا. كذلك فإن إدارة الاتحاد تستهدف تحقيق أرباح مالية من بيع ما تبقى من عقده قبل الرحيل بشكل مجاني الصيف المقبل. ولكن عبد الرحيم حمد الله قال في تصريحات صحفية أن حمد الله لديه عقد مع الاتحاد حتى الموسم المقبل وأي فريق سعودي يريد الاستفادة من خدماته حتى ولو كان النصر سيكون عليه الحصول على موافقة إدارة العميد. وغاب حمد الله عن نهاية موسم الاتحاد بسبب الإصابة التي أبعدته عن الفريق. وعلى صعيد آخر كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي طالب الإسباني ناتشو مدافع ريال مدريد بالانتقال إلى النادي السعودي. وينتهي تعاقد اللاعب صاحب ال 34 عاما مع الميرينجي بنهاية الموسم الجاري وارتبط بالانتقال إلى نادي النصر السعودي. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن كريستيانو رونالدو تحدث بالفعل مع ناتشو من أجل إقناعه بالانضمام إلى النصر.